جاهز يا علي؟ جاهز خالد. عملت ايه يا صفوان؟ وما ده ما كرهتش حد في حياتها قد الروح. يبقى كنت تعرف حاجه، عشان كده انا هروح لها. الماتش فاضل له كام ساعه وهيبدا. انا هطول الماتش على قد ما اقدر لحد ما انت توصل للحقيقه، وجبت اللي احنا عايزينه باذن الله هلاقي عندها. طب اسمع، طول نجاتنا الوحيد انك توصل للروح وتنقذها. تخيل إنك بتتفرج على مسلسل واحد لكن تحس إن البطل ده طالع من قلب الحارة اللي جنبك، بيتكلم زيك وبيغلط زيك وبيحلم نفس أحلامك، لدرجة إن اسمه يفضل على لسان الناس في الشارع بعد ما الحلقة تخلص. ده بالظبط اللي حصل مع أحمد العوضي، وده سر تحوله من شاب طالع من حي شعبي في القاهرة لنجم صف أول في دراما رمضان، وفي نفس الوقت بطل لعدد لا نهائي من الشائعات على السوشيال ميديا بسبب يارا السكري. أحمد العوضي طول الوقت بيراهن على حاجة واحدة، البطل الشعبي، مش بطل خارق ولا ملياردير ولا عايش في برج عاجي، لا، هو دايما الراجل اللي من قلب الشارع، اللي جاي من نفس الطبقة اللي جمهوره عايش فيها. هو نفسه بيقول إنه مش بيلعب دور غريب عنه، لأنه ابن الطبقة الشعبية، اتربى ونشأ في حي عين شمس العريق شرق القاهرة، وده اللي خلاه يفهم كويس جدا إزاي الناس دي بتفكر وإيه اللي بيلمس قلوبهم فعلا. العوضي شايف إن انحيازه للطبقة دي مش قرار فني بحت، لكنه انحياز فطري للسواد الأعظم من الجمهور المصري. يؤمن إن الفنان اللي يراهن بصدق على قصص الصعود والحكايات الشعبية ما بيخسرش، لأن الشباب دايما بيدوروا على بطل يشوفوا نفسهم في رحلته، في تعبه، في خناقه مع الظروف، وفي أحلامه اللي باين إنها مستحيلة لكن بيتشبث بيها للآخر. وده اللي عمله في أعماله اللي سبقت علي كلاي، زي حق عرب وفهد البطل، اللي تحولوا لظاهرة جماهيرية. خلال آخر سنتين المسلسلات دي ما كانتش مجرد أعمال بتمشي وسط الزحمة، بالعكس، حق عرب تصدر البحث والمشاهدة، وبعده فهد البطل بقى الأعلى بحثاً في مصر سنة 2025 على جوجل. وده مش كلام دعاية، ده أرقام حقيقية عن نسب البحث والمتابعة. النجاح ده عمل ضغط كبير على العوضي نفسه، لأنه بقى مطالب كل موسم يقدم حاجة تتفوق على اللي قبلها، وإلا الناس هتقول خلاص خلص الكلام. ومن هنا جه رهان علي كلاي في رمضان، مسلسل جديد لكن بنفس الروح اللي الجمهور حبها، مع تطوير واضح في الفكرة والشكل. علي كلاي مش مجرد اسم لطيف مقتبس من أسطورة الملاكمة، لأ، دي شخصية لملاكم سابق وابن بلد عايش في منطقة شعبية، بيتلقب في السوق بالمعلم علي كلاي، بيشتغل في تجارة قطع سيارة السيارات، وبيدير كمان دار للأيتام، عشان تحس إنك قدام شخصية شايلة هم نفسها وهم غيرها في نفس الوقت. المسلسل بيجمع بين عالمين، عالم السوق الشعبي وعالم الرياضة والملاكمة وحلبة الصراع، وده مش صدفة، لأن المؤلف وضح إن علي كلاي في نفس الوقت معلم في سوق التوفيقية وبطل رياضي في البوكس، عشان يفضل الصراع موجود جوه الحلبة وبره الحلبة، في الشغل، في علاقاته، وحتى في حياته العاطفية. العوضي نفسه خرج في برامج فنية قبل عرض المسلسل، ووعد الجمهور إن علي كلاي هيعدي فهد البطل وحق عرب، وإنه بيقدم ملاكم من نوع جديد بعيد عن القوالب التقليدية اللي اتقدمت قبل كده. ومع عرض الحلقات الأولى بدأ الشارع فعلا يتفاعل، الناس رجعت تردد اسم الشخصية زي ما عملت قبل كده مع عرب السويركي في حق عرب، ومع فهد في فهد البطل، وكأن كل موسم لازم يظهر بطل شعبي جديد يخش القلب من غير استئذان. النجاح ده ظهر في نسب المشاهدة، وفي تواجد المسلسل على أكتر من منصة وقناة في مواعيد مميزة، وفي الكلام المستمر عنه على السوشيال ميديا يومياً مع كل حلقة جديدة. لكن اللي لفت نظر الناس السنة دي مش المسلسل بس، لكن كمان الكيمياء الواضحة بين أحمد العوضي ويارا السكري اللي شاركته البطولة قبل كده ورجعت معاه في علي كلاي. فبدأت الشائعات تاخد شكل جديد، أكيد في علاقة حقيقية بين الاتنين. انتشار المقاطع الرومانسية من المسلسل على تيك توك والسوشيال ميديا، والتعليقات اللي بتتمنى يشوفوهم عرسان في الحقيقة، خلى القصة الدرامية تتحول في عيون البعض لقصة حب حقيقية. من ناحية العوضي فضل فترة يتعامل مع الموضوع بهدوء،
لحد ما كتر الكلام واضطر يخرج في تصريحات ينفي فيها تماماً أي ارتباط عاطفي بيها، وأكد إن علاقتهم لا تتعدى الزمالة والاحترام المتبادل، وإن النجاح اللي بينهم على الشاشة سببه إنهم فريق عمل منسجم مش أكتر، وإن الجمهور ساعات يصدق الحكاية اللي على الشاشة ويتمنى يشوفها في الحقيقة. هي اختصرت الموقف في إنها شائعات بتتكرر، وإن علاقتهم كويسة كزملاء وأصدقاء بيحبوا يهزروا، والجمهور حب العلاقة دي فبنى عليها قصص من خياله. وبين نفي من هنا وتعليقات عاشقة للكبل من هنا، فضلت السوشيال ميديا مشتعلة، ناس مقتنعة إن في قصة حب حقيقية، وناس بتقول إن نجاحهم كممثلين هو سبب كل الضجة دي. لكن وسط كل ده العوضي اختار يرجع يركز على شغله، وأعلن إنه بيحضر لأعمال جديدة مختلفة، من ضمنها مشروع سينمائي ومسلسل قصير يجسد فيه شخصية شاب من طبقة غنية لأول مرة يخرج فيها شوية من الإطار الشعبي المعروف عنه، عشان يثبت إنه مش حبيس ابن البلد بس، لكنه قادر كمان يجسد أزمات الطبقات الراقية وصراعاتها بطريقته الخاصة. ورغم إنه بيجرب يروح لعوالم جديدة، حلمه الأساسي ما زال واضح، إنه يفضل الأكثر تأثيراً في وجدان العربي كله، مش بس في مصر، إنه يفضل موجود في كل بيت عربي من خلال حكايات قريبة من القلب، سواء بطل شعبي من حارة في القاهرة أو شاب غني بيدفع ثمن اختياراته. واقي نجاح علي كلاي دلوقتي وردود الفعل على كل مشهد فيه بتقول إن الرهان على البطل الشعبي لسه كسبان، وإن أحمد العوضي ما زال قادر يخلي شخصية درامية بسيطة تتحول لاسم محفوظ على ألسنة الناس، من عين شمس لحد كل شارع عربي بيتابع دراما رمضان. وفي النهاية تفضل قصة أحمد العوضي مثال واضح على إن البطل الشعبي مش لازم يكون شخص واحد، لكنه حالة صعود من الحارة لقمة الترند، ومن مشهد بسيط لأعلى نسب مشاهدة. وبين طريق النجاح الفني وطريق الشائعات العاطفية يفضل القرار في إيد الجمهور، يشوفوا نجماً محبوباً ولا بطل حكاية رومانسية هو نفسه بينفي وجودها، وهو مشغول برسم حكايات جديدة لشخصيات جاية، يمكن واحد منهم يبقى ابن بلد جديد يسرق قلوب الناس في رمضان الجاي.